السلام عليكم ورحمة الله. العلاج في رمضان، بزاف ديال الناس كيسولوني على العلاج في رمضان. العلاج في رمضان مزيان، خصوصا الناس اللي باغيين العلاج ديال الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي. الناس اللي باغيين يديروا النيطوياج، اللي باغي يصفي ما يجي فاش يخرج رمضان حتى تولي عندك قوة في المناعة، والجسم كيطرح السموم بالصيام. الصيام مفيد حتى للجهاز الهضمي، خصوصا الا خديتي العلاج. الا كان عندك مشكل ديال القولون ولا عندك المصران كيتنفخ ولا الكازات، فرمضان فرصه. كذلك الناس اللي باغيين علاجات ديال الجهاز التناسلي، خصوصا ديال النيطوياج ديال البرد القديم، العلاج في رمضان افضل. وطريقه استعمال: في غير رمضان ملعقه صغيره مرتين في اليوم، وفي رمضان ملعقه صغيره مرتين في اليوم، بعد الفطور بعد السحور. في غير رمضان في الايام العاديه بعد الفطور بعد العشاء. المسألة عادية. إلا استعملتي العلاج في رمضان أفضل، بالعكس مزيان. بزاف ديال الناس كيسولوا واش العلاج في رمضان مزيان. العلاج في رمضان مزيان، والصيام في حد ذاته راه علاج، لكن علاج الأمراض كثيرة من ضمنها كيقوي المناعة. ومني كتستعمل الطريطمو ديال النيطوياج في رمضان، الواجب هو شرب الماء بكثرة. حتى في الأيام العادية راه خاصك تشرب الماء إلا كنتي بغيتي دير نيطوياج وتصفي الجهاز التناسلي ديالك. ما يجي فاش يخرج رمضان حتى يولي الجهاز التناسلي صافي، تولي الجهاز الهضمي مزيان، تولي قوة المناعة مزيانة. العلاج في رمضان أفضل. التريطمون ديالنا اللي هو المنتوج الأكثر طلب راه فيه ملعقة صغيرة مرتين في اليوم، بعد الأكل، بعد الفطور، بعد العشاء في الأيام العادية، وفي رمضان بعد الفطور بعد السحور ملعقة صغيرة. حتى كتسالي النيطوياج وكتستعمل الأعشاب الخاصة باسترجاع القوة الجنسية، التركيبة الرباعية، حتى هي 2 مرات في اليوم بعد الأكل. غير النيطوياج راه كيخرجك رمضان عاد باش كتبدا في البودر، لان العلاج فيه شهر ونص. مرحبا بالجميع، المقر راه في كازا، كندرسلو العلاج لجميع المدن. هاد الفيديو درتو حيت بزاف ديال الناس كطرح هاد الاسئله. كاين اللي كياخذ عندي العلاج في رمضان ولكن كيبغي يخليه حتى يخرج رمضان. لا، استعملوا في رمضان، مزيان تستعملوا في رمضان افضل، يفيدك اخي الكريم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.